ارفض ان يقال بانه احنا متعاونين مع الاحتلال. شو متعاون مع الاحتلال؟ احنا اللي بنعلم الناس النضال والوطنيه، احنا، وما حدا يزايد علينا، ما حدا يزايد علينا، وما حدا بيطلع له يزايد علينا. ابو مازن الرئيس الفلسطيني اللي اخذ هذا القرار، ابو مازن هو واحد من الذين فجروا الثوره الفلسطينيه. بتقولوا اليوم احنا متعاونين مع الاحتلال؟ هذا عيب. هذا عيب، هذا اهانه للشعب الفلسطيني، واهانه لمنظمه التحرير، واهانه للثوره الفلسطينيه، واهانه لكل الشعب الفلسطيني. طيب لا، مش الفلسطينيين ما بيقولوا هذا الكلام. انا لم اسمع فلسطيني يقول بانه هذا تعاون مع الاحتلال. طيب اعود واكرر دكتور محمود، عن اذنك، الفلسطيني اللي بيقول انه هذا تعاون مع الاحتلال انا بقول له انت غلطان. طيب هذا مش تعاون مع الاحتلال، هذه اداره لاشتباك سياسي واشتباك يومي واداره ازمه مع الاحتلال الاسرائيلي، اداره ازمه يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود طويله. القول بانه هذا العمل اثار حفيظه الشارع الفلسطيني، لا، هذا فيه نوع من المبالغه والمغالاه ومجافاة الحقيقة. لكن الادعاء بأنه هذا أثار حفيظة الشعب الفلسطيني وأثار حفيظة الشارع الإسرائيلي، لا، هذا فيه مجافاة للواقع والحقيقة. علاقة الفلسطينيين بالاحتلال هي علاقة منابذة وعلاقة اشتباك وعلاقة نضال، لأنه احنا الموجودين على الأرض. لكن علاقة غير الفلسطينيين مع الاحتلال هذا تطبيع مرفوض إلا بعد أن ينتهي الاحتلال.